بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم من جديد، فيديو جديد ودرس جديد. هنشرح النهاردة درس المنوال، آخر درس في الوحدة الثالثة منهج إحصاء الصف الأول الإعدادي، وآخر درس في منهج الجبر والإحصاء. الحمد لله ربنا كرمنا، وبالنهارده بنختم شرح منهج الجبر والإحصاء اللي هو امتحان الجبر اللي سيادتك هتخشه هتمتحنه على الجزء اللي اتشرح زائد الفيديو بتاع النهارده. وده الحمد لله رب العالمين بفضل الله انجاز كبير جدا، ويعلم ربنا انا قد ايه تعبت في فتره الاجازه عشان اقدر اصور لكم كم الفيديوهات دي كلها ومنتجها وتكون جاهزه على القناه وتتعرض لك في ميعاد ثابت في يومين ثابتين من خلال الاسبوع ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن درس المنوال، وهو المقياس الثالث من مقاييس النزعه المركزيه. المنوال هو القيمه الاكثر شيوعا او تكرارا، وهو اسهل مقاييس النزعه المركزيه وابسطها على الاطلاق. يعني ايه القيمه الاكثر شيوعا او تكرارا؟ يعني القيمه اللي بتتكرر كتير، هي ديت المنوال. يعني مثلا لما اجي اقول لك المنوال للقيم 5 و8 و7 و5 و6 و8 و5، مين القيمه اللي اتكررت كتير؟ ال5 يا استاذ. باجي هنا اقول له المنوال بيساوي 5. شكرا، خلصت المساله. بجد يا استاذ هو في مساله بالسهوله والبساطه دي؟ والله المساله كده خلصت. تمام؟ طب لما اقول لك جيد جدا وممتاز وجيد جدا ومقبول وممتاز وجيد جدا ومقبول وممتاز وجيد جدا، مين اللي اتكررت اكتر؟ انا شاكك في الممتاز وشاكك في الجيد جدا. طب عشان ما تلخبطش نفسك تعالى نعدهم. عد الجيد جدا، ادي 1 2 3 4، يبقى جيد جدا اتكررت كم مره؟ 4 مرات. الممتاز 1 2 3، المقبول 1 2، يبقى اكتر حاجه اتكررت جيد جدا عشان اتكررت 4 مرات. يبقى هاجي هنا اقول له المنوال هو جيد جدا. ايه ده يا استاذ؟ هو ممكن المنوال يجي لي على اي حاجه؟ يعني مثلا جيد جدا وممتاز مش ارقام، هل ممكن المنوال يجي لي عليهم؟ عادي جدا. ده ممكن المنوال يجي لك على اسماء الطلبه داخل الفصل. مثلا فصل بيبدا بحرف الميم، هتلقي المنوال بتاعه محمد، لانه اكتر اسم بيتكرر في قلب الفصل هو محمد. المنوال لاسماء الطلبه اللي بتبدا بحرف الالف، هتلقي اكتر اسم بيتكرر في حرف الالف هو احمد، يبقى المنوال لهذا الفصل هيكون احمد. يبقى المنوال يا جماعه القيمه اللي بتتكرر كتير جدا. تعال نشوف مثال 2. الجدول التالي يوضح درجات 30 تلميذ. الدرجه الجزء اللي فوق الخاص بالدرجه، وهنا عدد التلاميذ او التكرار. يعني اللي جاب 5 في الامتحان كانوا 3، واللي جاب 6 من 10 في الامتحان كانوا 5 طلاب، واللي جاب 7 من 10 في الامتحان كانوا 7 طلاب، واللي جاب 8 من 10 في الامتحان كانوا 9 طلاب، واللي جاب 9 من 10 في الامتحان كانوا 4 طلاب، واللي جاب 10 من 10 في الامتحان كانوا 2. مين اكتر درجه اتكررت؟ طبعا انت عشان في ارقام فوق وفي ارقام تحت انت نفسك هتتلخبط. هو عايز الدرجه المنواليه. الدرجه المنواليه يبقى المنوال هيكون من فوق. المنوال هيكون من فوق، ومش هبص على الارقام ديت اشوف اتكررت ولا لا، لان كل رقم من اللي فوق عدد مرات تكراره مكتوب تحته. بمعنى انا عندي ال5 اتكررت 3 مرات، ال6 اتكررت 5 مرات، ال7 اتكررت 7 مرات، ال8 اتكررت 9 مرات، ال9 اتكررت 4 مرات، ال10 اتكررت مرتين. مين اكتر رقم من اللي فوق اتكرر؟ هلاقيه ال8. ليه؟ لان اتكرر 9 مرات. او بطريقه تانيه اسهل وابسط، انت بتبص على الجدول مباشره بتشوف اكبر رقم تحت مين؟ ال9 يا استاذ، خد اللي قصاده، يبقى اقول له الدرجه المنواليه بتساوي 8. شكرا، الموضوع سهل ومفيش ابسط من كده. تمام؟ مثال 3 بيقول لي اكمل المنوال للقيم 2 و3 و8 و2 و9.
ايه اللي اتكرر؟ الاتنين، اكتب 2. خلصت المسألة. المنوال للقيم 14 و11 و12 و11 و14 و15 و11. هلاقي ال 14 اتكررت مرتين وال11 اتكررت 3 مرات، يبقى اختار ال11 عشان هي اكتر عدد اتكرر. اذا كان المنوال بقى للاربعة والالف والخمسة والتلاتة هو 3، علشان اقدر اقول ان المنوال 3 يبقى شرط اساسي تكون ال3 هي اللي اتكررت كتير. لو ركزت هنا هلاقي ال3 مكتوبة مرة واحدة، عشان تبقى هي المنوال يبقى كمان مرة تكون مكتوبة، يعني المفروض تكون مكتوبة مرتين على الأقل عشان تكون أكتر عدد اتكرر. يبقى المفروض قيمة المجهول ألف هتساوي 3 عشان أقدر أقول عليها إن هي المنوال. طب إذا كان المنوال للقيم ديت هو 9، خد الطريقة وامشي عليها. مسألة المنوال وفيها مجهول، خد المجهول ساويه بالمنوال. يعني أنا هنا خدت الألف سويته بال3 بقى ألف بتساوي 3. طب هنا خد القيمة اللي فيها مجهول سواها بالمنوال، يعني هاخد يا أستاذ س زائد 1 أسواها بالمنوال اللي هو كام؟ 9، وادي الواحد بعكس الإشارة يبقى س بتساوي 9 ناقص 1 بتساوي 8، يبقى س ب8. تمام كده؟ طب هنا إذا كان المنوال للقيم أ زائد 2 أ زائد 1 أ زائد 3 أ زائد 2 يساوي 12، هنا مش مجهول واحد موجود في مكان واحد، لا ده المجهول موجود مع الحدود كلها، وعشان موجود مع الحدود كلها انا هجيب المنوال من القيم الاول. هو مين فيهم اللي اتكرر؟ أ زائد 2 يا استاذ، وطالما أ زائد 2 اتكررت يبقى هي المنوال، وهو في نفس الوقت بيقول لي ان المنوال بيساوي 12، يبقى هاخد أ زائد 2 اساويها بال12، اودي الاتنين بعكس الاشاره يبقى أ بتساوي 12 ناقص 2 بتساوي 10، يبقى قيمة الألف ب10. درس صغير وبسيط وسهل وممتع بصراحة، يعني انت وانت بتحل كده بتبقى فرحان ان انت بتحل بسهولة. الرياضة بالنسبة لك حاجة سهلة، ودايما الإحصاء مش هتلاقيها صعبة. في أي ترم وفي أي مرحلة من مراحل ال3 هتلاقي الإحصاء معاك سهلة جدا. أتمنى أكون فدتك ولو بحاجة بسيطة، وما تنسانيش من صالح الدعاء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.